تضغطوا على ابوكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ومش مسامحكم. انا حاولت من الفتره اللي فاتت اسامحكم بس والله ما مسامحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي ليكم وتحياتي لكل متابعيني وكل احبابي وكل اخواتي. بتشرف طبعا بمتابعتكم. يمكن انا بقالي فتره كبيره جدا مش موجوده على السوشيال ميديا نتيجه طبعا يعني ظروف مريت بيها، وفاه اختي وبعدها بشهر ونص وفاه والدتي الله يرحمهم. صدمه اكيد كبيره جدا بتاثر على الواحد، ربنا ما يكتب على حد ويحفظ لكم اسرتكم الكريمه ويحفظ كل احبابكم. الحمد لله الواحد مع الوقت بيتعافى ويتشافى واحده واحده. بس انا اكيد طبعا لسه ما زالت الازمه ما بيني وما بين ولادي الكبار جوليا وليلي، ورغم ان هم واخدين حقوقهم يعني. ودي يمكن هتكلم في الجزئيه دي. بس انا فوجئت ان في فيديو امبارح منتشر على السوشيال ميديا مع ابنها. ايه كم الالفاظ ده يا جماعه اللي اتقالت على الاب منها ومن ابنها؟ على فكره ده مش اول حاله هتشوفوها، اكيد في حالات كتيره جدا وفي ناس كتيره جدا بتعاني من الازمات ديت انا واحد منهم. بس انا الحمد لله يمكن انا بصراحه بناتي محترمين يعني، متربين تربيه كويسه، ما بيشتمونيش، هم بيحبسوا بس. حبسوني 4 شهور. انا بشكرهم والله بجد يعني، كتر خيرهم والله، عمرهم ما غلطوا فيا بصراحه. هم بس بيهددوا، هم بيحبسوني 4 شهور رغم ان انا ابوهم. بس هو العيب يا جماعه مش عليهم، العيب على التربيه، العيب على الحقد، العيب على ان خلت الولاد يكرهوا الاب. تخلي الاب يتكره، ده وحش، ده قاسي. يعني هل مفيش حاجه خالص حياه كانت حلوه ابدا؟ مفيش حاجه كانت كويسه ابدا؟ يعني انا شفت الولد لا عتاب عليه، الولد لسه صغير، بس الام بتتكلم بتشتم الاب دايما. فالولد طبيعي هيشتم ابوه، ده شتم جده يا جماعه، والله انا ما شفتش كده. يعني وصلت للاجداد والست والجد. لا لازم في رحمه شويه بالاب شويه يا جماعه. مش ممكن. طبعا انا بناشد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام، وانا يمكن قبل كده لما كنت في الازمه بتاعتي السنه اللي فاتت خرجت وكنت ببكي وكنت زعلان ان ولادي حبسوني 4 شهور وكانوا فرحانين ومبسوطين. ادي حاله تانية وغير الحالات اللي بنشوفها. حرام. الاب يا جماعه، الاب هو السند، والله الاب هو السند. مهما الام ليها احترامها وتقديرها. ما انا والدتي لسه متوفيه، عمرها والله ما غلطت في ابويا، عمرها ما قالت كلمه حتى وحشه على ابويا. دايما خد بالك من ابوك، دايما ابوك تعب معاك، دايما بتفكرني حتى وانا صغير. هي دي الام، ده التربيه اللي احنا اتربينا عليها، الاصول اللي اتربينا عليها، الناس عارفه كده. عمر ما شفنا ام بتكره في ابنها في الاب ابدا. الاب سند، الاب لا ليه حقه. كم القواضي اللي ليهم غير طبيعيه. انا ولادي رافعين عليا 45 قضيه، 45 قضيه، ومهما حصل ده ممكن يزيدوا. يعني ممكن بكلمكم دلوقتي يبقوا 50 قضيه، بخلاف التهديد، بخلاف التهديد ما بيني وما بينهم. الناس هتقول لك انت ما بتدفعش، لا مدفوع واخدين حقهم وكل حاجه. في ناس كتيره جدا زيي، بس الكره دايما بيتعمل، دايما بيتقال. حرام يعني. لازم القانون يتغير. انا حتى يمكن من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها برضه، انا واحد بعيش نفس المأساة اللي الرجاله بيعيشوها ونفس الناس اللي بتشوفها دلوقتي، ان ابن يشتم اب وامه هي اللي زرعه ده. انا نفس القصه مع اولادي كبار على فكره، 21 سنه و20 سنه، مش صغيرين يعني. جوليا وليلي ما شاء الله في الجامعه، المفروض خلاص فاضل لهم سنه ويتخرجوا. يعني المفروض الكبار هم اللي يبقوا سند، كبار هم اللي يبقوا مع الاب. بيقولوا البنت حبيبه ابوها، لا انا ما شاء الله البنت دلوقتي بقت بتسجن ابوها زي ما الابن كده. الولد صغير، هنقول صغير، بس هو خلاص هو بقى في المعتقد بتاعه جوه دماغه ان الاب ده وحش. يشتمه عادي يعني، ممكن يقابله يشتمه، ممكن يروح تقول له روح اشهد ضد ابوك زي ما حصل معايا. فلازم الوضع ده يتغير. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام ودار الافتاء، هل دي صله الرحم؟ هل دي فيها رحم؟ مهما كان الخلاف، هل دي صله الرحم ما بين الاسره؟ الاسره اتفككت دلوقتي. في ناس انا بشوفهم وبيبعتوا لي
انا ما بشوفش ولادي، يعني حتى الرسائل اللي بتيجي بتتبعت تهديد، هنسجنك تاني. تخيلوا يا جماعه بناتي الكبار بيقعدوا يهددوني، بقى دلوقتي ضغط عليا طبعا اكيد مأثر على شغلي، اكيد مش انا لوحدي، مأثر على ناس كده، مصر كلها عليها قواضي نفقه، ومصر كلها عليها احكام. بس هل الراجل خلاص بقى مجرد ان هو علاقته مع الولاد ATM؟ يعني انا ببعت بس ما بشوفش. طب حتى انا بقول لكم حاجه، يعني في حتى يمكن المستشار القانوني محمد رشوان، انا بعت له حتى الحاجات اللي مبعوثه على مامتهم وعلى بنتي جوليا، فالمفروض ان بتتقدم. يعني على ما وصل لي ان الحاجات دي اترفضت. ازاي يا جماعه؟ ما انتوا ليه مبعوث انستا باي ومبعوث الحاجات ديت والتحويلات والحاجات دي؟ يعني مش فاهم. يمكن انا بتعامل مع اولادي باحترام، عشان خاطر بدل ما ابعت لهم فلوس محكمه ببتدي اقرب الدنيا. طب انتوا ليه بتبعدوا الدنيا؟ يعني فوجئت ان اترفض. يعني ايه اترفض؟ هو مش انستا باي ده يعني مصرح بيه في التحويلات، ومصرح بيهم في الرسائل وفي الحاجات دي كلها، في الحسابات البنكيه، ما هو موجود اسمها وموجود رقم تليفونها. يعني رحمه شويه، رحمه بينا شويه. اكيد الراجل بيتعب، واكيد الراجل انا فوجئت حتى ابو الولد بيتكلم ان مأثره على شغله ومأثره على حياته وواقفه حاله. ما ده شيء طبيعي. طب انت عايزه الولد يتربى وعايزه تاخدي فلوس، ما هو ما بيشتغلش، هيشتغل ازاي وعنده مشاكل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحياه دي؟ بتمنى ان الموضوع يوصل. انا واحد من الناس اهو، ابراهيم سعيد اتحبست عادي، ما انا زي بقى الناس برضو عادي. بس هل ده خلاص بقى الاسره اللي احنا بنتكونها والاسره اللي بتتكون ما بين الام حتى لو انفصلت؟ ما انا عندي ادم وعندي بنتي بيلا، بقابلهم وعادي وهزار وبنضحك وبنتعشى مع بعض وبنخرج وكده. مش معنى دول بس عشان الام مكرهه، عشان الام مكرهه البنات، الام مكرهه. حتى ما يوم وفاه والدتي واختي وابويا ما عدوش حتى مثلا، ما جوش عزوني، بيبعتوا لي واتساب عشان التربيه، ما فيش تربيه، عشان التربيه مش صح. ما هو لو في اصول طبيعي البنت زي ما ادم كده كان موجود ومعاه كانت موجوده بنتي برضو جت عزتني في البيت، المفروض تبقى الولاد كتف في كتف. حرام اللي بيحصل ده. انا واحد من الناس بعيش نفس المأساة، واكيد انا مش عارف برضو، يعني بحاول ان انا اصفى من ناحيتهم. انا بقول لكم مش صافي من ناحيتكم، وربنا هيقعدها لكم في حياتكم. مش هتنجحوا ولا هتكسبوا ولا هتشوفوا نجاح ولا هتشوفوا مكسب في حياتكم طول ما الاب سند. في الاخر انا السند. انتوا شايفين بقى ان حياتكم كده ومبسوطين ان انتوا حبستوا ابوكم، ومبسوطين ان انتوا بتضغطوا على ابوكم، وهتندموا في يوم من الايام. هتلاقوا حد عايز يبقى معاكم، مش هتلاقوا حد غير ابوكم. انا مش مسامحكم والحمد لله. يمكن الفتره اللي فاتت حاولت ان انا اقرب، في الاخر اتعمل لي البلوكات، وفي الاخر اتقال ان ما ينفعش القضاه المحترمين. رفقا بالراجل شويه، رفقا بالظروف شويه، رفقا بالمعامله مع الاولاد شويه. خلوا الناس تتقرب لاولادها. الام ما ينفعش الام هي بس، ما ينفعش الاب يبقى هو بس، لازم يبقى في تقارب ما بين الاسره وما بينها وبين بعض والولاد، عشان الكم الكره اللي بيحصل ده. ربنا يسترها على بلدنا ويحفظ بلدنا. وتحياتي كل الناس اللي عايشه الازمات ديت، وربنا ان شاء الله هيقف معانا. واكيد ان لازم القانون يتغير، لان مش القانون لطرف واحد بس. ما في راجل بيتعب، في راجل مش عارف النهارده انا فيه بكره ما فيش، ده الحياه كده. فرفقا بشويه. انا واحد من الناس متقدم لي في المحكمه ان انا مرتبي في الشهر 3 مليون. طب يا جماعه، قدمت ان في مش شغال في قناه النهار، وقدمت حاجات برضو. لا انت ابراهيم سعيد، لا انت بتاخد 3 مليون في الشهر ليه؟ انا مش عمرو اديب والله مع احترامي لعمرو اديب، عمرو اديب ما شاء الله يعني ربنا يزيده يعني مش كده. فلازم الرحمه شويه. وعيب ان بنت، انا ما اعرفش يعني، بنت تحبس ابوها، او بنت تغلط في ابوها، او ابن يغلط في ابوه. ايه ده يا ابني؟ ده ايه ده؟ ربنا يصلح الحال. واتمنى ان رسالتي توصل، لان انا واحد من الناس اهو، ابراهيم سعيد، بعيش نفس الازمات اللي عايشينها الرجاله اللي موجوده في مصر، والناس كلها بتتكلم دلوقتي. ودي نموذج اهو شفتوه،
بيغلط في اب. بعتذر على الاطاله، وربنا يفرجها على الجميع ويحرس بلدنا ويحفظها ويحفظ كل احبابي واخواتي، وان شاء الله ربنا يحفظ بلدنا. تحياتي ليكم، ابراهيم سعد.